اهلا بكم. معنا مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. سي وليد، اهلا وسهلا بك مره اخرى. فرحتي الشعب المغربي في مباريات سابقه، اكيد الجميع فخور باللي قدمته. شنو كان ناقص اليوم للمنتخب المغربي؟ فوالا يمكن ماشي لا بريسيون باسكو الدراري دخلوا مزيان، كانوا باغيين يديروا شي حاجه اللي كبيره. بالحق لو تخيو نيفو باش توصل لا فينال، لي بتي ديتاي ماركاو دغيا خليناهم يدخلوا في الماتش. شفتيه زلقتي ومشاو يماركيو في الكره الاوليه ديالهم، حطت لهم الثقه. سي لي بتي ديتاي. ابخي رجعنا في الماتش، حق ضيعنا بزاف تكواري في بروميير ميتون، الحمد لله ما سجلوش الثاني. دوزيام ميتون دخلنا باش نمشيو نشجعوا، درنا تري بون دوزيام ميتون، وشفتي لا موندغ ايغور اللي درنا ماركاو الثاني. سي لي بتي ديتاي، عندهم اللاعبين القدام اللي بوالو يقدروا يماركيو. احنا جاونا بزاف د فرص وما سجلناش، وهذا لو نيفو. غنتعلموا من هذا الشيء، تعلمنا بزاف في هذه لا كومبيتيسيون. اللي مهم اون با دو ريغري باسكو حطينا الماكسيموم. بديتي البطوله كلها باربعه ديال المدافعين، اليوم لعبتي بثلاثه. واش ممكن تشرح لنا السبب؟ لا، السبب علاش كنا باغيين نبلوكيو امبابي وديمبيلي، عندهم لا فيتيس. بدينا مزيان، اون بليس كان عندنا غنم السيس مبليسي، كنا باغيين يكون مرتاح في لاكس. في الاخر مره كدير دي شوا اللي جاسوم كومبليتمون بحال من الاول. اللي مهم هي ماشي لا تاكتيك اليوم، هي ليتا ديسبري كان مزيان، حطينا الماكسيموم، هي با دو ريغري افوار. بون كوراج، ميرسي بوكو، شكرا.